النهاردة إن شاء الله هنعمل لكم صينية أم علي في الفرن. حاجة كده وهم جميلة جدا، طعمها وريحتها تحفة، وممكن ناكلها باردة أو سخنة، في الحالتين جميلة قوي. تابعينا عشان تعرفي الطريقة والخطوات، وما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا هنا هنجيب عندي ملفي جاهز جايباه من الفرن، وتأكدي انه طازة عشان لو مش طازة مش هيديكي النتيجة اللي انت عايزاها. تبدأي تكسريه في الصينية اللي عندك، حوالي نص الصينية كده. بتكسريه مقاسات يعني ايه، لا هي صغيرة قوي ولا هي كبيرة، متوسطة كده. بكسر لغاية ما الملفي يكفي حوالي نص الصينية، الارتفاع بتاعه يكون حوالي نص الصينية. الملفي ده بيبقى معمول بالزبدة يا جماعة، المفروض يعني ان هو معمول بالزبدة. كده بعد ما قطعته مال الصينية ببدأ احط فيه المكسرات اللي عندك، زبيب، بشر سوداني، مكسرات اللي انت عايزاه، وبأي كمية برضو اللي انت عايزاه. واللي ما بيحبش حاجة معينة ممكن يستغنى عنها عادي، مفيش اي مشاكل. انا حطيت الزبيب ووزعت البشر اهوت في الصينية كلها، وبعد كده ابدأ اجيب اللبن يا جماعة يكون دافي، لا سخن ولا بارد. بدوب في اللبن سكر، كل كوباية لبن بدوب فيها حوالي معلقة ونص سكر، وابدأ اضيف اللبن على الملفي اللي في الصينية. دي اول كوباية انا ضفتها، وبضيف كمان كوباية كبيرة، ده على حسب الصينية اللي عندك اللي انت بتعملي فيها. برضو بحط فيها معلقة ونص سكر وادوبها، وابدأ اضيفها في الصينية. ما بدخلهاش الفرن على طول، بسيبها بره شوية لغاية ما الملفي يشرب اللبن، وبعد كده الاقيه قل كده اللبن فيها، اروح ضيفاله كمان كوباية لبن. يعني بستنى لما يشرب كمية اللبن القديمة شوية كده، واضيف له لبن تاني. وبعدين اجي على وشه بقى واوزع كمية كده من القشطة، لان دي اللي بتديها الطعم الجميل والريحة الحلوة، وبتخلي الوش بتاعها يحمر. اوزع القشطة اللي عندي، ممكن تبقى وش لبن، ممكن تكوني قشطة شريها جاهزة، اي قشطة، اي نوع قشطة. تبدأي توزعيها على الوش كده، وتكون في الوقت ده انتي مسخنة الفرن طبعا، ويكون درجة حرارته 180. تحطيها على الرف، بتقعد حوالي ربع ساعة، وتولعي عليها الشواية تحمري وشها، وبتطلع زي ما انت شايفاها كده. ريحتها جميلة قوي، طعمها جميل جدا، وكمان وهي سخنة جميلة جدا، يعني تحفة تحفة قوي. يعني ممكن تلاقي نفسك مش كلتي الصينية كلها من حلاوتها. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تشتركوا في القناة بتاعتنا شبابيك الحياة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وألف هنا وشفا.